السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قناة إيمي ومريم. أنا جاية أعمل فيديو قصة مؤثرة، طبعا مع السلطانة هيام ولقناة السلطانة هيام. شكرا ليك حبيبة قلبي على دعمك وعلى وقوفك جنبنا وعلى تجديد محتوانا. ألف شكر ليك. النهاردة القصة بتاعتنا عن الأم العوراء. عايزين نعرف ايه قصة الأم العوراء دي. هي سيدة أم كأي أم بتحب ايه ولادها. زوجها توفى عنها وهي قررت وصممت ان هي تربي ابنها الوحيد او ابنها اليتيم. لما كبر وجات سنواته الأولى لدخول المدرسة، وكأي أم بتشتاق لابنها، ومع أول يوم دراسي خدها الشوق لابنها وجرت جري تروح له المدرسة تشوفه وتطمن عليه. اتأخر ليه؟ فهو غضب قوي لما شافها وقال لها ارجعي البيت. ولما رجعت البيت هو دخل عليها بعدها وهو غضبان، فبتسأله مالك يا حبيبي انت غضبان ليه كده؟ قال لها صحابي، بكل براءة الأطفال قال لها صحابي انتقدوني فيكي وقالوا لي أمك العورة، ومن فضلك ما عدتيش تيجي عندي المدرسة تاني. الأم لا تلقي البال لكلام ابنها، وبحنان الأم أغدقت عليه بكل مشاعرها بكل حب وحنان، وفضلت وراه سنوات دراسته وهو يبعد عنها وهي تقرب منه، لغاية ما وصل للمرحلة الجامعية وقرر البعد عن أمه، الست اللي وقفت جنبه وربته بعد وفاة باباه. سافر أمريكا والتحق بالدراسة هناك وكمل حياته هناك، وكان كل اتصاله بأمه مجرد جواب لأنه محتاج فلوس، غير كده مفيش أي مشاعر من ناحيته تجاه أمه. بعد مدة عرفت إن هو اتجوز وخلف ولدين، جرت بكل حنية وبكل حب عليه، ولمت هدايا الدنيا وراحت له علشان تشوف أحفادها. خبطت على الباب، فتحت لها مراته، رحبت بها جامد، اهلا بيكي. وجرت تنادي ابنها، راح قال لها هو اول ما عرف ان هي جات دخل الجري بسرعه. انتي ايه اللي جابك هنا؟ انتي ايه اللي خلاكي تعرفي مكاني؟ انا سبتك وبعدت عنك، ايه اللي جابك هنا؟ الام بكل حزن وانكسار خرجت جري وهي بتبكي والدموع على عيونها على خدها. جرت على بلدها، قعدت في بيتها، وفجأة حست ان هو كبير وواسع عليها، باعته واشترت شقة، قالت اقعد فيها واكمل بقية عمري. كان ليها جيران اتعرفت عليهم. فجأة الابن ولاده كبروا، حس بالذنب اللي هو ارتكبه في حق امه، خد الشوق ليها، جري بسرعة علشان يروح لها. سأل على البيت، قالوا له راحت شقة تانية. راح الشقة التانية يسأل الجيران فين أمي؟ قالوا له توفت من يومين، بس سابت لك رسالة. الرسالة ديت هي حريصة ان انت تقراها. فتح الرسالة وهو يعني كله ألم وحزن، بس يفيد بإيه ألمك وحزنك ده؟ راحت قالت له ابني الغالي حبيب قلبي اللي ماليش في الدنيا غيره، انت نور عين. كنت عايزة اعرفك ان انا ما ولدتش عوراء، انت حصلت لك حادثة وانت صغير، والدكتور قرر ان هو يشيلك عين، فانا اتبرعت لك بعيني التانية، وكان عندي يعني عيني دي هوينة عليا قوي ان انا اتبرع لك بيها، لان هشوف الدنيا بيك. انت كنت اغلى حاجة عندي، علشان كده انا اتبرعت لك باغلى حاجة عندي، برضك اتبرعت لك بعيني. لكن للأسف انت ما قدرتش اللي انا عملته. لكن عايزة اقولك امك ما كانتش عوراء، كانت بتشوفك، تشوف الدنيا بعيونك، لكن انت ما قدرتش. بس يفيد بايه بقى دلوقتي حزنك وزعلك؟ انا مش غضبانة عليك، انا هدعي لك ربي يهديك. ودي كانت قصتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.